وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاسون غوفا يلتقي مع رئيسة منظمة التجارة العالمية نوغوزي أوكوجو. هيئة سوق رأس المال الإثيوبية تمنح تراخيص ل5 مقدمي خدمات سوق رأس المال الجدد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. التقى وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاسون غوفا مع رئيسة منظمة التجارة العالمية نوغوزي أوكوجو في ظل مساعي البلاد للانضمام إلى المنظمة. ووصفه الوزير اللقاء بالمثمر، حيث تم التركيز على التقدم الذي أحرزته إثيوبيا في عملية المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف. كما أكد غوفا أن المحادثات شملت أيضا القضايا المستقبلية التي تتطلب تعاونا فرديا وجماعيا من جميع الأطراف المعنية. ومن جانبها أكدت أوكوجو دعمها الكامل لإثيوبيا في سعيها للانضمام إلى المنظمة، حيث قالت إن رؤية إثيوبيا كعضو في منظمة التجارة العالمية يعد من أولوياتنا، ونحن ملتزمون بتقديم كل الدعم الممكن. كما أضافت أنها ستسعى لحشد التأييد من المجموعة الإفريقية والدول الأعضاء من خلال دعوة رسمية، وذلك لتيسير انضمام إثيوبيا إلى المنظمة في أقرب وقت ممكن. بحث وزير الدولة لبناء السلام والمصلحة الوطنية بوزارة السلام الإثيوبي الدكتور خير الدين تزرة مع سفيرة المغرب لدى إثيوبيا نزا علوي محمد سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال بناء السلام، وذلك خلال لقاء جمعهما في أديس أبابا. كما ناقش الجانبان سبل تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعرفة في جهود بناء السلام الذي يخدم مصالح البلدين. وخلال اللقاء أوضح الدكتور خير الدين تزرة أن وزارة السلام الإثيوبية تنفذ العديد من المبادرات لتعزيز الحوار كأداة رئيسية لحل النزاعات وضمان الاستقرار الدائم في البلاد. كما أشاد على أهمية التعاون مع المغرب في إدارة التنوع وبناء السلام المستدام، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات بين البلدين يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن جانبها أكدت السفيرة نزا علوي أن المغرب يتطلع إلى الاستفادة من تجربة إثيوبيا التاريخية في بناء السلام، وخاصة ثقافة احترام الأديان الراسخة في البلاد. وأضافت أن التعاون الوثيق بين البلدين يمكن أن يسهم في إدارة التنوع بشكل فعال وإرساء الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدة التزام المغرب بتعزيز الروابط الشعبية والدبلوماسية مع إثيوبيا. منحت هيئة سوق رأس المال الإثيوبية تراخيص ل5 مقدمي خدمات سوق رأس المال الجدد في خطوة مهمة نحو تطوير وتوسيع الأسواق المالية في إثيوبيا. وتعد هذه الإضافة الجديدة محورية لإنشاء سوق رأس مال أكثر تنوعا ومتانة في إثيوبيا، حيث تقدم خدمات أساسية تتراوح بين الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات ووساطة الأوراق المالية والتداول فيها. وأشير إلى أن هذا التطور يمثل مؤشرا قويا على نضج سوق رأس المال الإثيوبي واستعداده لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وحتى الآن اقتصر سوق رأس المال الإثيوبي على 4 مزودي خدمات مرخصين جميعهم يعملون كمستشارين استثماريين فقط. وبناء على ذلك فإن مقدمي الخدمات الجدد سوف يساهمون في عمق السوق وكفاءتها، مما يسمح بتحسين فرص جمع رأس المال والاستثمار وإدخال التنوع المطلوب بشدة إلى المشهد المالي. أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد علي يوسف بالدور المهم الذي تلعبه عملية ناواندا بقيادة الرئيس الأنغولي جوجو مانويلي غوسين ورئيس الاتحاد الإفريقي. وأشاد الرئيس أيضا بالرئيس لورينسي لمشاركته والتزامه المستثمرين بتعزيز الحوار وتهدئة الأوضاع وبناء الثقة بين الأطراف. وقال يوسف في بيان له إن قيادته بصفته مناصرة للاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة تعكس حنكة سياسية مثالية والتزام الاتحاد بالحلول الإفريقي للمشاكل الإفريقية. وقد ساهمت عملية لواندا بشكل كبير في تهيئة الظروف للحوار والمشاركة الإقليمية والدولية، حيث وفرت منصة قيمة لتعزيز التفاهم المتبادل في السعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقعت 44 دولة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أفيكس والأمس. وقعت 54 دولة وصدق 48 دولة، وتشكل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واقع التجارة في إفريقيا. ومع إرساء الأساس القانوني توسع الاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية نطاق الوصول إلى الأسواق وتعزز ممرات التجارة وتتيح فرص الاستثمار، وتسمى أدواتها الرئيسية بما في ذلك نظام دعم السياسة التجارية بابيس وصندوق تعديل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودفتر التعريفات الجمركية الإلكترونية في جعل التجارة أكثر سلسة. كما توفر الاتفاقية إلى جانب بروتوكولاتها المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الرقمية والمرأة والشباب في التجارة إطارا قائما على القواعد للتحول الاقتصادي، وتضمن آليات تسوية المنازعات الشفافية وثقة المستثمرين في جميع أنحاء إفريقيا. وهذه الاتفاقية ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي طريق إفريقي نحو الاعتماد على الذات والسيادة الاقتصادية والنمو المستدام. تم اختيار البروفيسور غوتور بلوش عالم المياه النمساوي الشهير عالميا والمتخصص في الحد من مخاطر الفيضانات وإدارة موارد المياه وتأثيرات تغير المناخ على الفيضانات. فاز بجائزة ستوكهولم للمياه لعام 2025. وسيستلم البروفيسور بولوش جائزة ستوكهولم للمياه عام 2025 من جلالة الملك كارل السادس عشر كوستافي مالك السويد، الراعي الرسمي للجائزة خلال أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم في أغسطس. ومع تفاقم توتر الفيضانات وشدتها بفعل تغير المناخ، أصبح عمل البروفيسور بلوش أكثر أهمية من أي وقت مضى. فأبحاثه المبتكرة لا تحسن إدارة مخاطر الفيضانات فحسب، بل تسهم أيضا في صياغة سياسات عالمية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد المياه. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة تذكيرا إلى العناوين.
وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاسون غوفا يلتقي مع رئيسة منظمة التجارة العالمية نوغوزي أوكوجو. هيئة سوق رأس المال الإثيوبية تمنح تراخيص ل5 مقدمي خدمات سوق رأس المال الجدد. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله.